في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على واحد القصه حقيقيه من اغرب القصص اللي ممكن تسمعها في الحياه ديالك. قصه ديال واحد المراه سميتها دورشي ايدي واللي ولات معروفه في مصر باسم اوم سيتي. قصه كلها الغاز وكلها غموض. قصه ديال واحد المراه كتقول باللي كانت عايشه حياه سابقه اخرى في مصر وفي العصر القديم ديال مصر، يعني عاشت في زمن الفراعنه. والغريب في الامر انها كتعرف اسرار على المعابد الفرعونيه وعلى الاثار المصريه القديمه اللي ما عمر شي واحد عرفها. قصه حيرت بزاف ديال الفلاسفه والعلماء والباحثين. السلام عليكم، معكم هوكيلو ومرحبا بكم في فيديو جديد. طفي الضوء ارتاح في الجلسة ديالك وخلي راسك يعيش معايا في هاد القصة الغامضة وفي هاد العالم الغريب. دورتي تولدت في لندن سنة 1904، ومنين كانت عندها 5 سنين في العمر ديالها كانت طرات لها واحد الحادثة. كانت طاحت من الدروج ديال الدار ديالهم، ومنين طاحت غيبات. والدها تخلعوا لها وعيطوا للطبيب باش يجي يشوفها. منين جا الطبيب شافها وقلبها صدم الوالدين ديالها وقال لهم بلي البنت ضربت ضربه خايبه في راسها وماتت. وهنا بداو الاجواء ديال الحزن في دارهم، والعائله ديالهم جاو باش يشوفوها وتجمعوا في الدار على اساس ان البنت ماتت. ولكن من بعد شويه البنت ضربتها الفيقه وفاقت، ولكن منين فاقت ما فاقتش ديك البنت اللي كانوا كيعرفوها. منين فاقت بدات كتشوف في والدها وفي العائله ديالها، وبدات كتقول فين انا وفين داري، هذه ماشي داري. وهاد الجملة عاودتها 3 ديال المرات، وهاد الجملة هي اللي غادي تبدا معاها رحلة طويلة وغريبة، رحلة غادي تفكر في بزاف ديال الأحداث وبزاف ديال الذكريات اللي عاشتهم ماشي في هاد العصر وماشي في هاد الحياة وماشي في هاد الدنيا اللي عايشين فيها حنا دابا. ومن هاد الحادثه اللي طرات لدورتي ولات كتعيش شي احلام غريبه، ولات كتشوف معابد كبيره وصور ديال الفراعنه وكاهنات كيديروا طقوس فرعونيه غريبه، ولات كتغوت وكتبكي بزاف في الليل وكتشوف داكشي بحال شي لقطات من شي فيلم قديم، ولكن هي كانت داخله في وسط هاد الفيلم. والاكثر من هاد الشيء كانت كل مره كتشوف شي صوره ولا شي تمثال مصري قديم كانت كتحس بواحد الاحساس غريب وكتحس باللي شي حاجه ماشي هي هادي. ومنين وصل العمر ديالها 15 عام مشات في واحد الرحله مع المدرسه ديالها لواحد المتحف بريطاني. وهذا المتحف كان عامر بالاثار المصريه القديمه وبالاثار ديال الفراعنه. وفي وسط هذا المتحف كان واحد التمثال ديال واحد الاله ديال الفراعنه سميتو اتون. جات قدام هذا التمثال وبقات كتشوف فيه مزيان وكتدقق في التفاصيل ديالو، وبدات كتقيس في داك التمثال بايدها بحال اللي كتعرف كل شيء على هذاك التمثال. وبدات كتشوف كل داك الاثار اللي كاين في المتحف، وبدات كتقول بصوت مرتفع هذه هي داري وهذا هو العالم ديالي. وكاع الناس اللي كانوا في داك المتحف والتلاميذ اللي كانوا معاه بقاو مصدومين من هذاك الشيء اللي كتقول، وبداو كيتسائلوا اشنو العلاقه ديال وحده من لندن بالحضاره المصريه القديمه. منين كبرات دورتي بدات كتفكر تكمل الحياه ديالها في مصر. تعرفات على واحد الراجل مصري وتزوجات به ورحلت معاه لمصر. والغريب في هاد الشيء غير وصلت لمصر بانت عليه واحد الفرحه كبيره وحسات براسها بحال وصلت البلاد ديالها الحقيقيه. ومنين دوزات شويه ديال الايام في مصر بدات كتقلب على خدمه ولقات واحد الخدمه مع المصلحه ديال الاثار المصريه. ومنين بدات في هاد الخدمه بداو العلماء ديال الاثار كيتعجبوا من المعلومات اللي كتعرف دورتي. كانت كتعطيهم تفاصيل دقيقه ديال المعابد المصريه القديمه بحال الا كانت عايشه معاهم من الاف السنين. دورتي ولات معروفه بلقب ديال اوم سيتي، وكانت كتقول باللي في الحياه ديالها السابقه كانت كاهنه في واحد المعبد سميتو ابيدوس. وكانت كتقول باللي كانت كتحب واحد الكاهن كانوا كيقولوا ليه الكاهن الاكبر، ولكن الحب ديالهم كان محرم لانهم كانوا كهنه ديال المعبد. والكهنه في هذاك العصر ديال الفراعنه كان محرم عليهم الزواج، كانوا كيبقاو مخلصين للمعابد حتى كيموتوا بلا زواج. ولكن هي كانت في علاقه سريه مع هذاك الكاهن الاكبر، ولكن القصه ديال هذه العلاقه تكشفات. وفاش تكشفات القصه تعرضت دورتي العقوبه، وكانت العقوبه اللي تعرضت ليها هو الموت ديالها. وهي كانت مقتنعه باللي الروح ديالها بقات حيه ورجعت تولدات من جديد في الجسم ديال دورتي حاليا. والشيء الغريب اللي كيخلي القصه ديال دورتي غريبه بزاف هو الشهادات ديال العلماء اللي خدموا معاها. واحد العالم مصري قال باللي دورتي كانت كتسافر معنا للمعابد وكانت كتشرح لنا شي تفاصيل عمرنا ما عرفناها، وحتى الحفريات اللي كنا كنحفروا تحت الارض كانت كتعرف فين نحفروا بالضبط، بحال الا كانت عندها خريطه سريه كتوريها فين مدفون الاثار بالضبط. وكيقولوا بعض العلماء اللي كانوا معاه باللي دورتي كانت كتشوف النقوش الفرعونيه القديمه اللي كتكون منقوشه في الاحجار وكتفسر الاحداث ديالهم بحال اللي كانت عايشه معاهم، لدرجه دورتي ولا كيوصل التهديد من اللصوص ديال الاثار والكنوز ديال الفراعنه. وواحد التهديد كان وصلها من واحد اللصوص كانوا هدوها باش توريهم القبر ديال الملكه نفرتيتي، الملكه الغنيه عن التعريف، الملكه اللي العالم كيعرفها، والحلم ديال كاع العلماء والباحثين ديال الاثار يلقاو القبر ديالها حيت فيه بزاف ديال الاسرار والعلوم الغامضه. وهاد الملكه معروفه بالغموض وبالاسرار، القصه ديالها واعره بزاف تنديروا عليها قصه هي. ولكن دورتي منين وصلها هاد التهديد رفضات توريهم القبر ديال الملكه نفرتيتي، مشات لعند الشرطه دارت شكايه بهاد التهديد اللي وصلها، ومن بعد ما بقى وصلها حتى شي تهديد.
والعلماء اللي سمعوا بالقصه ديال دورتي كانوا مقاسمين. كاين اللي كيقول هادشي اللي طرا مع دورتي مجرد تخيلات ديال وحده كانت مهووسه بالحضاره المصريه، وكاين اللي كيقول ما يمكنش هاد السيده عارفه بزاف ديال الاسرار على الحضاره المصريه اللي حتى المصريين براسهم ما عارفينهاش. دورتي عاشت حياتها كامله في مصر، كانت كتمشي كل يوم لمعبد ابيدوس وكانت كدير شي طقوس وكتهضر بواحد اللغه ما مفهوماش. ومنين كانوا كيسولوها على هادشي اللي كانت كدير كانت كتقول لهم هذه حياتي الشخصيه وما عند حتى شي واحد الحق يدخل ليا فيها. كان هادشي سر ديالها هي اللي كتعرفو الراس. توفات دورتي سنه 1981 وولات القصه ديال دورتي لغز كبير كيخلي الناس يتسائلوا واش فعلا ممكن الروح تولد من جديد في جسم جديد، واش هذيك الاحلام والرؤى ديالنا اللي كنشوفوها منين كنكونوا ناعسين ماشي غير مجرد تخيلات وتقدر تكون رسائل من حياه اخرى سابقه عشناها. خليوا لي الراي ديالكم في كومونتير وما تنساوش ديروا لايك الفيديو واشتركوا في القناه باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي. كان معكم هوكيلو، نشوفكم في قصه غريبه وفي فيديو جديد.